السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشني يا بنات. ايه رايكم بقى في الحاجات الجميله دي؟ قرص بقى جميله دي اسمها ايه؟ قشطه الافران. ايه رايكم؟ عملتها بقى ايه؟ بكوبايه سمنه ونص زيت. تحفه، شايفين؟ تحفه اهي، طريه وجميله اهي. ماشي بقى، تعالوا بقى اقول لكم ايه على المقادير. ودي يا حبايبي بقى المقادير اهي. معايا هنا كيلو دقيق، ومعايا 4 معالق سكر كبار كده هرميين، ومعايا دي كوبايه سمنه ونص زيت، ومعايا هنا كوبايه لبن رايب ونص ميه. ماشي، ودي قشطه كده، وش اللبن كده انا هحطها عليها. ماشي يا حبايبي، نحط بقى هنا كده الدقيق اهو، واحط عليه الخميره. كنا نحط بقى المقادير الجافه كلها على بعض كده. انا حاطط باكت خميره كده بحاله، تحطي حبه ملح كده زنطتين، والسكر. ماشي يا حبايبي، واقلب بقى كل المقادير الجافه كده مع بعضها. تبقى جميله يا بنات كده، وبتبقى حلوه. تنفع بقى الفطار وتنفع العشاء في السريع كده، بتبقى حلوه مع كوبايه شاي كده، بتبقى تحفه. بصي يا حبايبي، هنحط بقى هنا الايه، دي كوبايه السمنه، واحط نص زيت. اهو يا بنات اهو. وانزل بقى بالايه، بمعلقتين القشطه دول كده. ده وش اللبن انا بشيله وبعمله سمنه، بس بتخلي القرص دي بقى تحفه. القرص الطريه دي بتبقى روعه بيها. ماشي يا حبايبي، نقلبها بقى كده كويس. نحط هنا بقى كوبايه اللبن الرايب ده. ودي يا حبايبي نص الميه. يبقى احنا حطينا ايه؟ كوبايه ونص، كوبايه سمنه ونص زيت، وكوبايه لبن ونص ميه. اللبن اللي هو الرايب ده ونص ميه، بس مش هنحط حاجه تانية بقى. نقلبها بقى كده لغايه ما تشرب في بعضها كده، وبعدين نعجنها. بس بقى مش هينفع كده ايه بالمعلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى تحفه ان شاء الله، وتبقى جميله، وبيبقى طعمها يا بنات روعه روعه روعه. القشطه اللي هي وش اللبن دي تخليها جميله جميله. نقعد بقى نعمل فيها كده لغايه ما تنعم وتبقى ايه، وتلم معانا كده. بصوا، هي ما ولا تحتاج اي حاجه، ولا ميه ولا لبن ولا حاجه تاني. هي كده المقادير بتاعتها دي تحفه كده. خليها بصوا جميله من اول لمه، جميله اهي، وطريه وجميله اهي. دي بقى قشطه الافران دي، قرص طريه زي ما ايه نسميها، بس بتبقى جميله يا بنات في الاخر. اهي يا بنات، شايفين نعمته بقت جميله ازاي؟ اهي المقادير بتاعتي دي، ما تحطلهاش اي حاجه تاني. هي كوبايه سمنه ونص زيت، وكوبايه لبن رايب، ونص ميه. عايزه تحطي تبدلي نص الميه ده باللبن عادي، مفيش اي مشاكل. بس كوبايه ونص، وكوبايه ونص المواد السائله. شايفين يا بنات العجينه؟ شايفين؟ تحفه. ما تزودوش عن كده خالص، يعني 3 كوبايات ايه، لبن وسمنه، اللي هي السوائل 3 كوبايات اهي على كيلو دقيق. بصوا يا بنات تحفه والله، جميله اهي، ناعمه وجميله، وبقت زي العسل اهي. اسيبها بقى كده تختمر اهي يا بنات. اسيبها بقى تخمر، يعني ايه، مش هسيبها تخمر بقى كده شويه يعني، وايه، ونشكلها. ماشي يا حبايبي، هنحطها بقى في مكان دافي عشان احنا كده بقى في الساعه، ايه، تخمر بقى وارجع لكم. ودي يا حبايبي
العجينه اهو انا سبتها كده يعني ما خمرتش قوي عشان هسيبها تخمر تاني بعد ما اشكلها. ماشي يا حبايبي اهي. انا بعد ما اقطعها واشكلها هسيبها تخمر برضو تاني، تخمر بقى في الصاج. ماشي هناخد بس يعني ايه كده ايه كرة صغيرة كده اهي اهي. اهي يا حبايبي اهي قد الليمونة الكبيرة كده اهي. ونحطها كده بس كلها تبقى ايه قد بعض كده. اهي يا بنات. ندي كده مسافة ايه انا ايه اعمل معاكم كده كام واحدة وانا اكمل بقى انا ايه السوق. تبقى جميلة يا بنات بقى كده، القشطة بقى فيها وريحتها بقى ايه تحفة كده. اهو يا بنات بصوا بقى انا ايه نبططها بقى كده. شايفين يا بنات اهي اهي. هكمل انا بقى الصاج وارجع لكم. وادي يا حبايبي انا خلصت الصاج اهو. ايه رايكم بقى؟ وفاض كمان حبه هعملهم، اسيبه بقى يخمر وادخله الفرن. وادي يا حبايبي القرص اهي، شايفين جميله ازاي طريه ازاي اهي. شوفوا سواها تحفه اهي. عايزاكم بقى تجربوها بالطريقه بتاعتي دي، وان عجبتكم بقى ما تنسوش في اللايك ودوسوا على زر الجرس واعملوا اشتراك في القناه اللي يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.